اليوم بوعدتي العالم كامل تيهضر على بوعدتي. ايوا بوعدتي دار ماتش كبير كرو ماتش، تكنيكمون تري فور، فيزيكمون مزيان، تاكتيكمون دري انتيليجون تبارك الله. ايوا بوعدتي بكل صراحة أنا الماتش إلا عقلتو في الفيديو الآخر في الماتش ضد مدغشقر كنت قلت بأنه كان لاعب مكايس، ولكن عنده الحق أنه كان معول على كأس العالم تجي باش يعطي ما عنده. بكل صراحة أيوا بوعدتي كان البارح في واحد المستوى كبير خلى العالم كله تيهضر عليه. اليوم ما كاينش شي موقع رياضي تحلّو وما تلقاش الهضرة على أيوب بوعزي، خاصةً أنه في الشوط الأول تفوّق على كازيميرو وغيمارايس اللي بجوج تيلعبوا في البريمير ليغ وبجوج اللي القيمة السوقية تاعتهم غالية إلى جانب التجربة اللي عندهم. دونك هذا هو الفيديو تاع اليوم، غادي نتحدثوا على اللاعبين اللي كانوا مؤثرين في الماتش ضد البرازيل، بعض الأخطاء الصغيرة اللي وقعت كنا نتفاداوها والريتم الرهيب باش لعب منتخب المغرب. دونك معكم خوكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنعتذروا هاد الأيامات اللي فاتت ما قدرناش نديرو فيديوهات ظروف العمل، كنعتذروا مرة أخرى للإخوان. دونك المغرب البرازيل داروا 1-1 ماتش اللي بكل صراحة كان في المستوى الكبير، لا البرازيل داروا كرون ماتش لا المغرب داروا كرون ماتش، ولكن المغرب كان واحد كي تنقولوا كان زايد أكثر من البرازيل، وشفنا بلا المغرب كان دارس البرازيل مزيان. إلا شفتوا الهدف الأول اللي ماركا المغرب اللي ماركا السيباري، الطريقة تاع التحول اللي كانت سريعة من المزراوي اللي اخترق الوسط الميدان وهرب من الضغط اللي عليه، لقى ابراهيم دياز اللي وسط ثلاثة لاعبين استطاع حتى واحد التمريرة، واحد الباس ديال اللي صنعت الهدف والطريقة باش ختم الهدف. السيباري رغم أننا ما كناش نشوفوا السيباري بزاف في أطوار المقابلة، ولكن راه كان عنده واحد الدور كبير في البناء، بحيث أنه كان تيهبط باش يحاول يستلم باش يليبيري لي زيل ديالنا. دونك المقابلة كي قلنا كانت كانت متكافئة مع واحد النسبة شوية. المغرب كان مضومين المقابلة، كي قلنا بونو كي ديما بونو راه بونو كي تنقولوا حنا بونو راه أحسن حارس في العالم. بالنسبة لي أنا كمغربي بونو تيبقى من أعظم الحراس في العالم، ما نهضروش على إفريقيا باش انه افريقيا بونو ما كاين حتى شي حارس وصل للمستوى تاع بونو. يكفي انك تقول بطل افريقيا وصل نصف نهائي كاس العالم، والاتحاد الاوروبي مع اشبيليا سالينا حتى حارس افريقي ما دار هادشي، وتيبان لي حتى حارس افريقي ما غاديش يدير هادشي في الفيوتشر. دونك بونو كما العاده كي قلنا. عيسى ديوب كان مزيان واخا كان بيسكت لينا القلب في هذاك الباس اللي غلط فيه في هذاك الشوط اللي مع رافينيا، ولكن على العموم سير الماتش تاعو. النقطه اللي بنقول شادي رياض تبارك الله في لا كونستركسيون، واحد الثقه كيديرها عند شادي رياض، كي تيقبض الكره كي تيدريبلي كي تيلقى اللعاب في الميليو كي تيدير لي باس في لي زانترفال. فبالنسبه لي شادي رياض البارح كان واحد النقطه اللي مهمه في البناء وفي الخروج بالكره. شادي رياض اللي بكل صراحه تنظن ان الاصابه اللي عطلاته انه شادي رياض كان ديجا يكون رجع لبرشلونه ولا مشى لشي فرقه اللي كبيره، انه شادي رياض لاعب اللي عنده ولد البارسا، اش تسنى واحد ولد البارسا طريقه بحال شي بيكي صغيور. شادي رياض بكل صراحه الاخوان نصير مزراوي ما يمكنش نهضروا عليه. ناصر مزراوي هاد الماتشات الاخرين ديما غادي في واحد المستوى تاع بدا تلعبوا في لا دروات يعطيك تلعبوا في لاكوش يعطيك. شفناه كان متفوق على رافينيا بواحد الشكل كبير، كان تيقرا اللعب، بل بعض الاحيان انه تيحاول تيقطع الكره قبل ما توصل لرافينيا وتنمشيو في لي ترانزيسيون رابيدمون. بكل صراحه مزراوي مستوى ثابت، رغم انه في الاخر الماتش تيجي في الاخر تاع هاد الماتشات تيجي العياء، ولكن ديما فاش تعطيك هذيك 70 80 دقيقه فتعطيها لك افون. مستوى كبير. العناوي كذلك رغم الخطا اللي وقع في الهدف تاع فينيسيوس، ولكن تيبقى المستوى مزيان تاع العناوي. علاش انه ان بون ريكوبيراتور، وشفنا التسديده اللي دار في الاخر المقابله. يعني ماشي لعاب اللي غادي تعتمد عليه في استرجاع الكره، ولكن كذلك تعطيك واحد الدفعه في خط الهجوم وتيكمل معاك لي زاكسيون. الحاجه اللي شفنا كانت تقدر تجيب هذاك الهدف الثاني اللي ضيعنا في الاخر الماتش. ايوب بوعتي ما يمكنش نهضروا عليه، انه بالنسبه لي انا كان هو رجل المقابله البارح. انه كلا كلا البرازيل البارح، وشفنا واحد الحاجه. تخيل 18 سنه واللي تيفهم في الكره دي بان ليه ايوب بوعتي كان هو اللي محكم في الريتم في المقابله، امتى يهز الايقاع وامتى يطيح الايقاع، وفي اي وقت كنا حنا تنهزوا الايقاع فتيكون وراها بوعتي. واحد الحاجه اخرى، فهو راه ماشي جيد فقط في التمريرات ولا في استرجاع الكره، راه عنده واحد الذكاء اللي ماشي عادي. حيت فاش تيشوف ان قدام واحد المساحه خصو يربحها بالوبي فتيتقدم بالوبي وتيمشي يربح المساحه. وبزاف المحاولات خلانا ننتقلوا من نصف الملعب تاعنا لنصف الملعب البرازيل، الشيء اللي كان تيعطينا القوه اننا وقت ما ضيعنا الكره في نصف الملعب تاعهم نسترجعوها بسرعه. وهذا هو الدور اللي كان تاع ايوب بوعتي. اناحي من طبيعه الحال لاعب فنان، ولكن اناحي باش نهضروا بصراحه الاخوان راه ماشي في الجاهزيه البدنيه تاعته. اناحي نقطه علامه استفهام علاش انه
المستوى تاعو الكرة اللي عنده كبيرة ولكن ما طوّرش من راسو، لا فاش تشوفوا لا musculature تاعته، لا فاش تشوفوا في الالتحامات تاوعو، وضيّع بزاف د الكواري البارح اللي كانوا يقدروا يكونوا قاتلين بالنسبة لينا. وراه شفتوا في واحد الكرة فاش حكيمي تيغوت عليه اللي كانت قبل البيت، فاش واخا احتفلوا بالبيت بقى حكيمي تيغوت عليه. هذه نقطة تنظن أن أناحي محال غادي يبقى يلعب تيتولير، محال غادي يبقى يعتمد عليه وهبي كأساسي. وهذه واحد الحاجة اللي تقدر تفيق أنه كاين الخنوس اللي يقدر يقوم بالدور، كاينين لاعبين أخرين، كاين المرابط حتى هو اللي يقدر يقوم بهذاك الدور. فهنا تيبان لي أن أناحي يقدر ياكل، يقدر يفقد المكان تاعو. شفنا المستوى تاع الخنوس، فبكل صراحة الخنوس تيبقى لاعب اللي مزيان، والمدرب محمد وهبي كان ذكي أنه يعتمد عليه، حطّو في الليل بلاصة الزلزولي اللي تصاب. فرغم أنه ماشي لو بوست تاعو ولكن عنده واحد لا ماتوريتي أنه تيتأقلم، واحد النضوج تكتيكي اللي ناضج تكتيكيًا تبارك الله، تيعرف يتادابتا، تيرجع للمساندات، تيحاول يبيركوتي ويدخل لداخل باش يليبيري مزراوي. فرغم أنه ما عطاناش داك الشيء تاع لو ترافاي تاع ان ايليي اللي خاصو يكون يبقى يخترق ويقلب لي سونتر ويشوت وسميتو، ولكن كان عنده واحد الدور كبير ف تيخلّينا نلقاو هذاك التوازن فاش تنكونوا في نصف التيران تاعهم، فاش تنستحوذوا على الكرة في نصف الملعب تاع البرازيل. فتكنيكمون تري فور وعاون بزاف المنتخب. برايم دياز، باش ما نكذبوش على الله، برايم دياز دار واحد 30 دقيقة الأولى في الماتش اللي خيالية، إنه إلا جينا نحسبوا راه شي 14 الخطأ كان على برايم دياز في الشوط الأول. علاش؟ إنه متحرك بشكل كبير، ولكن اون فوا شافوا وهبي بدا تيميل للعب الفردي بيلعب بوحدو. فاش تبدلوا وهبي انه تيبان وهبي ضابط المجموعه تاعته شغلو. تنظن ان نقدروا نقولوا ان ابراهيم دياز دار شوط اول اللي مزيان وخلى وعطى اسيست اللي في المستوى الكبير. بالنسبه لسي باري كي قلنا بزاف غادي يبان لهم راه ماشي فعال وما معاونش بزاف، خاصه ان الناس معوده على المهاجم الوهمي. المهاجم الوهمي اللي اسمحوا لي الاخوان، خاصه حنا كناس متبعين الكره مولفين على داك المهاجم التقليدي اللي تيبقى في الكاري، ان جوار دو كاري 18، لاعب كي تنقولوا في القفص يدخل يضرب بالراس. وهبي عنده شوفة أخرى، عنده ان اوتر تاكتيك، عنده واحد لا ماتوريتي تاكتيك مولي كبير بزاف. وهبي انه وهبي الا شفتوه البارح فقرا البرازيل، فهو الرؤية تاعته يلعب مهاجم وهمي باش يعطيه واحد شوية الحرية ويكون ديما تيعاون في البناء الأهداف. وهذا الشيء كان باين البارح، حيت كاع في لي زوكازيون فاش تنبغيو نخرجوا بالكرة من تحت الضغط فكان السيباري تيكون عنده واحد الدور كبير، تينزل تيتحرر من المدافع وتيهبط لوسط الميدان باش يستلم، وعاونا نخرجوا بزاف تاع الكرات. حكيمي ما عندنا ما نقولوا على حكيمي باستثناء هذاك الروتار اللي كان في البيت اللي ماركا فينيسيوس. وهذا الشيء اللي لمنا على العناوي، انه العناوي خلى فينيسيوس انه يمشي على لو بيو فور تاعو اللي هو لو بيو دروا. وكي تنتفرجوا فاش تيكون فينيسيوس مع مدريد وتيلعبوا ضد الفرق الكبار، فالفرق الكبار تيوجهوه لهذيك الرجل الضعيفه اللي هي اليسرى. دونك هذا هو الماتش، هذه هي الشوفه اللي شفنا. تنتمناو الماتش الجاي نربحوه والماتش الاخر نربحوه، تنتمناو ندوزو على راس المجموعه باش نتفاداو دوك المواجهات ولا دوك الصدامات اللي غادي يكونوا قويين. يحاولوا ي... نحاولوا نتفاداو الفرق الكبار دابا في هذا الدور 32 والدور 16، وديك الساعه الربع راه مع من ما طاح المغرب راه عنده الامكانيات. حذاري منتخب اسكتلندا راه عنده 3 بوان، دونك غادي يحاول على الاقل يتي نقطه مع المغرب ونقطه مع البرازيل، وهو يا كثاني المجموعه يا كاحسن ثالث. دونك هنا فين كاين الصعوبة عندنا حنا كمنتخب، هو خصنا نربحوا اسكتلندا خصنا نربحوها باش نديرو 4 بوان. وديك الساعة ما باقي اللي جا اللي كي تنقولوا لكل مقام مقال. دونك هذه هي الشوفة تاعتنا في الماتش تاع المغرب. الا بغينا نهضروا على الاراء تاع الناس والمتتبعين والتقنيين فاش في التصريح تاع روماريو، تنظن بزاف الاخوان شافوا التصريح تاع روماريو اللي هضر على الماتش تاع المنتخب. هذيك الصحفيه اللي سولاتو قالت له تعادل مع المغرب بحال الهزيمه، الجواب تاعو قال لها راه بحالك انت اللي ما تعرفوش الكره هما اللي تيقولوا هاد الهضره. بكل صراحه المغرب كان احسن منا في الملعب وسيطر على الماتش، ولكن قال لها رغم ان حنا اقوى من المغرب في الاسماء ولكن هما اقوى منا كفريق. وحاولوا ترجعوا لهذا التصريح هذا تاع روماريو الاخوان. دونك كي بغيت نقول انا، اكتشاف هذا المونديال هذا بالنسبه لي انا هو بوعتي. كان لاعب رائع جدا وكان واحد المستوى كبير، لا في لي باس تاعو لا في التحرك تاعو لا في لو بلاسمون تاعو لا في لي ترانزيسيون. بكل صراحه انا ايوب بوعتي دار كرون ماتش. كذلك شادي رياض راه كان الدور تاعو كبير بالاضافه لباقي اللاعبين اللي تنعرفوهم كاملين. ولكن حاول تركزي على هاد الجوج هادو اللي تقريبا اول كوب دو موند لهم مع المنتخب. آه، بكل صراحه هذا المنتخب اللي كاين دابا اسمح لي،
مع المدرب اللي كاين دابا، فكاينة إمكانية أنهم يديروا شي حاجة ويمشيو بعيد، وتنتمناو يمشيو بعيد. دونك الإخوان كي قلت تنعتذر على الأيامات اللي ما قدرتيناش نديرو فيديو، تنعتذر ما قدرتيناش نديرو فيديو بالليل مورا الماتش، إنه كان شوية العيا وبنادم خصو ينعس باش يمشي للعمل. كنبغي نشكركم كاملين، كنبغي نشكر الأخ اللي قال لي عقل عليا راه المغرب غادي يربح ب2-0، وتفكرني وإلا ربح المغرب ب2-0 قول سميتو وبارطاجي الكومونتير تاعي. كنبغي نشكرو المغرب راه ما ربحش ب2-0 ولكن المغرب دار ماتش كبير. كان معكم خوكم، السلام عليكم.